تفتكري في نبات واحد يقدر يحل مكان عشرات منتجات التجميل وموجود في البيت؟ انا بقولك وانا شخصيا عمري ما قدرت استغنى عن زرعة جل الصبار اللي عندي. مش بس شكلها بيزين البلكونة، دي كأنها معمل صغير مليان فيتامينات ومعادن، وحقيقي كل مرة بستخدمها بكتشف انه احسن من اي منتج غالي انا جربته قبل كده. من سنين وانا طالبة في الكلية كنت دايما بدور على حاجات طبيعية اعتني بيها ببشرتي وشعري من غير ما ارهق ميزانيتي. ساعتها قابلت جل الصبار لأول مرة، ومن يومها وهو بقى صديقي المخلص. كنت فاكرة انه مجرد نبات شكله حلو، لكن لما بدأت أقرأ عنه وأجربه اكتشفت انه حقيقي كنز. حقيقي كنز مليان بفيتامينات زي ال A وال C وال E، معادن زي الزنك والمغنيسيوم، انزيمات بتجدد الخلايا. علميا جل الصبار بيحتوي على أكتر من 75 عنصر فعال، منها الفيتامينات زي ما قلنا ال A وال C وال E وال B12، ومعادن زي الزنك والمغنيسيوم، وأحماض أمينية ومضادات أكسدة. المكونات دي بتساعد على ترطيب عميق، بتساعد على إصلاح الأنسجة، بتحفز الكولاجين في البشرة. استخداماته أنا شخصيا بستخدمه كمرطب طبيعي، خصوصا بعد التعرض للشمس، لأنه بيوصل للطبقات العميقة من الجلد وبيرطبها بدون إحساس لزج أو إنه يسد المسام. كمان مناسب لكل أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة. كمان بيستخدم لتهدئة الحروق والجروح السطحية. لو بتعملي اكل وايدك اتلسعت، اول حاجه هتعمليها هتاخدي شريحه جل صبار وهتفتحيها وهتحطي الجل على الحرق. الالم هيهدى بسرعه والانحمرار هيختفي اسرع من اي مره قبل كده. كمان بيستخدم للعنايه بالشعر وفروه الراس. جل الصبار بينظف فروه الراس من القشره بفضل خصائصه المضاده للبكتيريا والفطريات، بيغذي الشعر من الجذور. احيانا بخلطه مع زيت جوز الهند، بيبقى ماسك خرافي للترطيب وتنعيم الشعر. كمان كماسك للهالات واللي تحت العين، لو عيني تعبانه او فيها انتفاخ بحط طبقه رقيقه من جل الصبار البارد على تحت العين قبل النوم، وبصحى الاقي المنطقه انعم وافتح. بعد ازاله الشعر، جل الصبار مهدئ مثالي بعد ازاله الشعر، بيقلل الاحمرار والالتهاب وبيخلي البشره ناعمه. لو لسه ما جربتيش تزرعي جل الصبار في بيتك، صدقيني انت بتفوتي على نفسك كنز طبيعي ممكن ينقذك في مواقف كتير. ازرعيه النهارده وجربي بنفسك الاستخدامات اللي قلتها، وبعد اسبوع تعالي قوليلي ازاي كنت عايشه من غيره. جل الصبار مش مجرد نبات، ده معمل طبيعي صغير في بيتك. لو جربتيه بالطريقه اللي قلتها هتوفري فلوس كتير وهتحصلي على نتائج مبهره. اكتبيلي في التعليقات ايه اكتر استخدام شدك، وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان اشاركك وصفات طبيعية اكتر.